واحد بقى بيقول لك ايه، بيقول لي اتحداك تعمل فنجان قهوه شبه القهوه المستورده. تتحداني انا؟ طب تعالى وانا اقول لك حاجه احسن من المستورده. طالما قلنا ان احنا هنعمل قهوه نظيفه يبقى لازم ناخد ملك القهوه وهو الكولومبي. فهناخد 100 جرام من البن الكولومبي. 100 جرام البن الكولومبي دول هننزل بهم في قلب الطبق بتاعنا، هيدوا لنا تيست كده ومزازه مش موجوده في اي نوع تاني. وتعال نكمل الخلطه. الحاجات اللي بتميز القهوه المستورده انها بتكون كريمي كده وبتدوب في البق. فتعالى ناخد لها 75 جرام من ملك الكريمه وهو البرازيلي وهننزل بيه في قلب الخلطه. وبعدين هناخد 75 جرام من البن الجيتومالي. هتقولي ليه جيتومالي مع كولومبي؟ اقول لك ان الجيتومالي والكولومبي اساسا بيعملوا ميكس جامد جدا. فتعالى ننزل 75 جرام الجيتومالي دول، وكده احنا عملنا الربع كيلو. عايز تحوج الخلطه ديت؟ حاسك كده عايز تحوجها. عايز تحوجها؟ تعالى اما اقول لك نحوجها ايه. بص يا صاحبي، لو انت بتحب فعلا القهوه المستورده، فالقهوه المستورده ما بقاش عليها غير حبان بس وبنسبه كبيره شويه. فهنحط 15 جرام من الحبان. عايزها مصريه بقى